صباح الفل. اخباركم ايه؟ الفيديو بتاع النهارده هتحسوا كده بقى ايه ان احنا بنجيب الموضوع من اوله، لان انا في واحده من المتابعين الجمال سالتني سؤال حلو جدا وانا ما كنتش جاوبته في اي فيديو من الفيديوهات اللي فاتت، وسؤال يعني بيزك يعني يعني مهم جدا. السؤال ده هو انا اعرف منين اصلا ان امي نرجسيه؟ فانتوا عارفيني طبعا انا مش بحضر الكلام، مش بكتبه. فهقول معاكم واحده واحده ازاي نعرف ان مامتنا اصلا نرجسيه. يعني اعرفها ازاي دي؟ يعني اتاكد منين؟ هي مش بتبقى ازاي اعرف، هي بتبقى ازاي اتاكد. لان احنا بيبقى جوانا، ودي اول حاجه احنا بيبقى جوانا احساس ان في حاجه مش صح. البوند دي اللي المفروض تبقى بين البنت وامها، الرابطه دي في حاجه فيها مشروخه. احنا بنبقى حاسين بكده بس مش عارفين نحط ايدينا. هو المشكله او بنبقى فاكرين ان دايما المشكله فينا. بنبقى حاسين ان انا مش حاسه انا مش حاسه باللي الناس بيقولوه عن امهاتهم. مش حاسه بالدفء ده. مش حاسه ان انا مرتبطه بيها ارتباط صحي. ارتباطي بيها مرتبط يا اما احساس بالجلد اللي هو الشعور بالذنب، او احساس بالمسؤوليه، او واجب وخلاص، او انا بعمل كده عشان بابا ما يزعلش، او بعمل كده عشان اخواتي ما يضايقوش مني. في سبب ورا ارتباطي بيها او وجودي معاها او تعاملي معاها، غير خالص ان انا بحبها وبحس معاها بالامان وبحس معاها بالخير وبحس انها فعلا امي اللي انا لما اتضايق الجا لها. ودي تاني حاجه الام النرجسيه عمرها ما بتبقى ملجا. عايزه اجيبها لكم بطريقه، يعني ما بتبقاش الملجا الحنين. انا ممكن اكون بحكي لها او بقول لها على الحاجات اللي بتحصل عندي عشان انا خايفه منها، عشان انا خايفه تعرف حاجه من ورايا وتبهدلني انها عرفتها. انا بحكي عشان اخلص، انا بحكي عشان ما تسألش. انما انا مش بحكي عشان هحس ان اللي هاخده، القرار اللي هاخده او المناقشة اللي هتحصل هيبقى فيها اماني، مش هيبقى فيها الساتسفاكشن او الرضاء ليا كبنت تطمن. مفيش عنصر الاطمئنان ده مش موجود. انا مش بطمن لامي، انا مش حاسه ان انا مطمنه لها. في الاول بيبقى ليه انا معرفش، انا مش حاسه ان انا مطمنه. انا حاسه ان انا اي حاجه هقولها يا هيحصل فيها تريقه، يا هيحصل فيها زعيق، يا هيحصل فيها لوم. وده على فكره اساسي في كل حاجه من اللي انا قلتها. يعني اللوم ده هو البيز بتاع كل المناقشات والحوارات. يا هيحصل فيها ان انا هلبس مصيبه فوق دماغي، يا هيحصل فيها تسييح لعالم خارجي. بس في كل الاحوال مش هيحصل ان انا هحس بالامان وبان انا يا الحمد لله اني قلت الموضوع ده، الحمد لله اني حكيت، انا ارتحت. لا خالص، هقعد اقول بعدها يا ريتني ما حكيت. طب ولو ما كنتش حكيت كان ايه اللي حصل؟ طب مش كان احسن؟ طب فدي برضو علامه رهيبه بتوضح لنا ان الام بتاعتنا نرجسيه. حاجه كمان، المقارنه عند الام النرجسيه اساسيه. اولا النرجسيين كلهم عندهم كونسبت اللي هو اسمه ترايانجوليشن او التثليث. يعني ايه؟ بيحطوا الناس في مثلث، هم في راس المثلث ودايما في حد وفي حد تاني قواعد او العكس. ليه؟ عشان عمرهم ما يحسسوا الشخص ان العلاقه 1 to 1. العلاقه دي بيني وبينك سبيشال، وانت شخص سبيشال، او انت شخص سبيشال. مفيش حد بينا. الكلام ده كله عمره ما بيحصل مع النرجسيين، لان هم ما بيحبوش كده. هما بيحبوا دايما يحسسوا الشخص اللي في العلاقه معاهم ايا كان العلاقه دي ايه بعدم الامان. في حد دايما اهم منك، في حد دايما ألذ منك، في حد دايما موجود وانت مش موجوده، في حد دايما اطيب منك، في حد دايما احلى اشيك اظرف، بطمن له اكتر منك، اشطر. دايما والتراينجل ده ممكن ما يبقاش الشخص الثالث فيه ثابت، ده الشخص الثالث ده فيه بيتغير.
يعني نتكلم عن الشطاره، لا بنت خالتك اشطر منك. طبعا نتكلم عن الحلاوه، لا اختك احلى منك. فنتكلم عن اللذاذه، لا اخوك ألذ منك. فالشخص التالت ده بيتغير مع الموقف. ليه؟ عشان عمرها ما تحسس الشخص اللي معاها في العلاقه دي، وهنتكلم هنا، احنا بنتكلم على بنتها، ان هي سبيشال وان هي اهم واحده. ليه؟ ما هو دي يعني دي شخصياتهم، ده الاضطراب النفسي اللي عندهم. هم ما عندهمش الموضوع ده، ما بيعرفوش يعملوه وما بيحبوش يعملوه. ليه بقى؟ دي مشكلتهم بقى، مش هنقعد نحلها لها. ماشي. فدي حاجه كمان، دايما في حد في وجه مقارنه في اي موقف. ان شاء الله لو عملتيه بيرفكت البيرفكت، لو ملكه جمال هتطلع في واحده احلى منك. لو جايبه ستريت ايز في المدرسه او في الجامعه، لا في حد جايب اي بلس يا ستي. مفيش اي بلس، لا اكيد في، ماليش دعوه كده يعني. طيب حاجه كمان، الست الام النرجسيه دايما هتحسي معاها ان هي بتنافسك على حد. يعني بمعنى لو انتي باباكي موجود، هي دايما تحسسك ان انتي مرات جوزها التانية، وان هي مرات ابوكي مش امك. بجد والله العظيم، يعني فكروا فيها. دايما في منافسه بين البوزيشن بتاعك والبوزيشن بتاعها في حياه ابوكي. ودايما بتحسسك ان انت مش بنته. يعني ان انتوا مثلا لو هو عندك في البيت يعني قفشتك عنده، يا ستي ما هو ابويا، ما فيش بقى. ايه ده؟ انت هنا ايه؟ ايه بنته اب؟ يعني مفيش حاجه خالص. وهتزرع ده من وانت صغيره وانت مش حاسه. هتزرع ده من وانت صغيره وانت مش حاسه. دايما هتحسسك ان انت وجودك مع باباكي لوحدكم مش صح، كلامكم لوحدكم مش صح، ضحكوكوا مع بعض مش صح. في حد بيتضايق ان انتوا بتضحكوا، في حد بيتضايق ان انتوا بتتكلموا لوحدكم. هيبقى في دايما نبره تلموا على بعض اهو، مش هنخلص بقى النهارده، محدش بقى هيقوم يعمل حاجه، ما خلاص، ما هي حبيبه قلب جت، حبيبه قلبه جت. كده تنبيط، عشان دايما تبقي حاسه بالجلد ان انت علاقتك كويسه مع باباكي. وفي هذا الاطار توقيع بقى حتى السماله، توقيع مع الاب، يا لهوي. دايما اي مصيبه سوداء هتتحطي انت السبب. ما هو بنتك السبب وبتبقى بنته، يعني ما بتبقيش بنتها فجاه. ما هو بنتك السبب، ما هي بنتك اللي عملت. شوف بنتك، قول لبنتك، اعمل لبنتك. ما هي بنتك منرفزاني، بنتك مضايقاني، بنتك معصباني. طبعا. وللاسف احنا اتكلمنا قبل كده في حلقه قبل كده ان الاب اللي بيتجوز الام النرجسيه بيبقى اوريدي قدامها، مهما كان شخصيته قويه بره، بيبقى اوريدي قدامها عايز يخلص من زنها ومن قرفها. فممكن جدا في اوقات كتيره يستسلم، وفعلا يعني يديكي كلمتين حتى لو من ورا قلبه علشان يخلص من الذنب، او يزعلك قدامها عشان يبين ان هو خد لها بطارها عشان يخلص برضو. فطبعا يعني علاقه زفت والله. الام النرجسيه دايما هتاجلك فرحتك. بمعنى انت فرحانه بماده معينه جبتي فيها جريد، اصبري بقى. انت فرحانه على ايه؟ ما تستني لما تشوفي بقيه المواد، مش تشيلي لك ماده ثانيه مثلا. فرحانه بلبس جديد، خليه عشان في فرح بنت خالة مامت عمتك كمان سنتين عشان يبقى جديد. طب العيد، طب استني للعيد، طب استني مش عارف ايه. دايما في تأجيل للفرحه. اتبسطتي باول مرتب، اتبسطتي بفلوس، طب خليها عشان خليها تنفعك دي، يعني لو ما خدتهاش منك. بس يعني انا بتكلم ان كونسبت الفرحه ما بنفرحش دلوقتي. يعني في فرحه لما ما بنفرحهاش، يا اما لو لازم هتفرحي هي هتنكد عليكي، هي هتلاقيك بقى موضوع تنكد عليكي بيه. طبعا اتكلمنا في موضوع المناسبات والاعياد واعياد الميلاد والكوارث دي كلها. دي بتبقى ايام بلاك دايز، بتبقى ايام سودة علينا، مش ايام حلوه خالص. سواء اعياد الميلاد، اعياد الجواز، اعياد الفطر والاضحى وعيد شم النسيم كل دي ماده خصبه جدا للنكد. فلو مامتك بتنكد في كل المناسبات، اذا هي اكيد نرجسيه. ايه كمان؟ الام النرجسيه بتحوش كل حاجه. زي ما هي بتأجل الفرحه، هي بتحوش الحاجه. تلاقيها دايما مخليه كل حاجه، مفيش حاجه بتترمي، مفيش حاجه بنوزعها، مفيش حاجه بنبعتها لحد. كل حاجه موجوده، الجرايد القديمه، اكوام نفسي اعرف
الجرايد القديمة دي بتخلص امتى؟ بتتجدد. واللي يلمسها، اللي يلمس الجرايد القديمة مشكلة. وبعدين فجأة تختفي، عملتي فيها ايه اللي اديتها للدادة؟ طب ما ليه بتحوشيها لما انت هتديها مرة واحدة؟ ما تفهميش بقى. طبعا البرطمانات وال بطريقة مرضية، يعني احنا في حاجات بنخليها بنبقى محتاجينها بنعمل لها ريوز فعلا ريسايكل، بس في حاجات مرضية. هتيجي توزعي لبس انت مثلا مش عايزاه، تقولك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، يا لهوي انت البنطلون ده احنا كنا جايبينه من فرنسا من 16 سنة، ازاي تبقى؟ ما هو يا ستي صغر عليا، ما من 16 سنة، ما احنا قلناها اهو. صغر. لا خليه، ما هو يمكن لبنتك، ما مش هتجوز، طب يمكن ما هجيب بنات بس. مفيش هي هتخلي الحاجة، طب خلاص خليهم عندي وانا هحوشهم. تلاقي بقى فجأة بيتها او بيتك او اوضتك لو انت لسه عايشه معاها مخازن، هي عباره عن مخازن تحت السرير وفوق الدولاب وتحت مش عارف، في كل حته تلاقي مخزن حاجه لازم حاجه بتطلع منه. يا ساتر يا رب، ما تفكوا كده ونوزع الحاجه دي وكده، لا. غلط، خطأ. ولو اغنياء الكون هتلاقي في لبس قديم هي بتلبسه من 40 سنه، لو هي نفس الحجم يعني. يا ستي تقول لك بصي ده بقى فاكراه، ده بقى كان عندي ايه الفرحه في كده؟ ايه الفرحه؟ ايه الفرحه ما انت عندك لبس جديد ما تطلعي ده؟ مفيش بقى. لو عندك ولاد هتعلم ولادك البخل، هتعلمهم البخل، خلي بالك جدا. هيجوا يبقوا انت بتعلميهم يبقوا كرمه، يطلعوا فلوس او يطلعوا هدوم، هتعلمهم البخل، خلي بالك. مع الولاد طبعا لا، دي حلقة تانية. لو عندك ولاد بقى هعمل بقى حلقة تانية مخصوصة، الجدة النرجسية. عيني يا عيني، سيدي يا سيدي. حاجة بقى ايه، بتبقى شغل بقى فنادق وقتها. طيب هل في حاجة تانية انا نسيتها مش عارفة؟ بعتولي برضو في الكومنتس ايه اللي بيميز الام النرجسية، ازاي المتابعة بتاعتي الجميلة تعرف اذا كانت مامتها فعلا نرجسية ولا مش نرجسية. وانا لو افتكرت حاجه هبقى اعمل فيديو تاني بقى عشان ما اقعدش ايه اتهته معاكم في الفيديو ده. اتبسطت بيكم كالعاده، ومستنيه تعليقاتكم كالعاده، وصباحكم فل. كان معاكم ماجي حرفوش.